نتمنى اي مغربي يجي ويعيش هاد الاجواء الرائعه واللي زوينه بزاف، وان شاء الله نتمنىها لكم من كل قلبي. نتوما لكم الدراري، مرحبا بكم في القناه ديالكم ديال الوحش. واليوم غادي نهضروا على واحد الفيديو اللي مفيد بزاف وغادي يفيدكم بالنسبه للناس اللي كدير الفيتنس، واللي كنشوف بزاف ديال الناس اللي كيغلطوا فيها. واش واقعيا ان في 6 شهور غادي تقدر تبدل الجسم ديالك، ولا هذاك الشيء غير اوهام اللي كتشوفهم في الانستغرام اللي كيقول لك في 6 شهور غتقدر تبدل الجسم ديالك؟ وخليك معايا في الاخر هذا الفيديو حيت غنهضروا في هذا الفيديو بلا كذوب وبلا بديك التحفيز الخاوي، ديك الهضره الخاويه اللي كيقول لك 6 شهور غتبدل. اللي كيتبعوا القناه ديالي واللي مسبسكرايبين عارفين انه هذه القناه كنحط فيها الفيديوهات على الجيم، لذلك الا كنتي متحفز وباغي تعلم بزاف ديال الحوايج خليك اللايك ودير لي السبسكرايب اللي باش توصلك كاع الفيديوهات الجداد اللي غنحطهم لكم في اليوتيوب. خاصنا نكونوا واقعيين في شي حوايج، الجيم راه ماشي بالسحر، وثاني حاجه ماشي شهر ماشي جوج باش تطلع الفورمه. في 6 شهور تقدر تبدل الجسم ديالك، ولكن ماشي بحال داكشي اللي كتشوف في الانستغرام واللي معروفين بزاف اللي كيديروا داك التشالنج انه في 6 شهور غتبدل الجسم ديالك بواحد الطريقه اللي واو. والخطا اللي كيطيحوا فيه بزاف الناس هو كيديروا بزاف المقارنات، وكيكون هذه المقارنات بطريقه غلطه حيت كيقارنوا التطور ديالهم بالتطور ديال الناس اللي داروا فورمه كبيره وداروا المسكل في اقل وقت ممكن، وهنا كيتصابوا بالاحباط. لذلك هنايا غادي نهضر لكم على انه شنو تقدر تحقق وانت كمبتدئ في الجيم. دابا انت الا كنتي ما كترينوش والله بديتي تريني تدخل الجيم، عندك في 6 شهور تقدر دير تبني اساس مزيان ديال العضله، نقص نسبه الدهون بشكل واضح، غتولي مقود، غتولي مجهد. وحتى فاش غتبغي تلبس واللي هي رابع حاجه، فاش غادي تبغي تلبس شي لبسه ولا تجي عندك شي اوتفيت كيجيك واعر حيتاش البادي ديالك غيتبدل بواحد الطريقه اللي مناسبه. باش تحصل على هاد النتائج ضروري خصك تدفع بمقابلهم، ان خصك تاكل مزيان، التريني ليا مزيان، وغادي تنعس وتاخذ الريكوفري. انا ماشي بغيتكم تولي محترف ولا شي بحال هكا، ولكن غتولي احسن نسخه من راسك. قارن راسك كي كنتي البارح كيف اليوم وكيف بغيتي تكون في المستقبل، هذا هو الطريق الصحيح اللي خصك تختارو من دابا. خلونا نهضروا دابا على واحد الحاجه اللي مهمه واللي هي التغذيه. يعني انت كشخص كتاكل الوجبات ديالك في النهار ديالك، ولكن هنا كيجيو بزاف ديال التساؤل، واش خص نركز على البروتين ولا نركز على الكاربس ولا نركز على هذه ولا هذه؟ انا كنشوف ان الماكله حتى هو كيلعب دور مهم. يعني الا قلت لك الجيم راه 50% اللي غتبقى نقدر نقول لك هي الماكله. لذلك الماكله انتبه ليها بزاف، اخص البروتين خص يكون في الوجبه ديالك فيها البروتين. الكاربس الا كنتي ضعيف ولا عندك العظام زيد ليا في الكاربس عافاك، ولا كنتي غليظ سمين زيد ليا في البروتين عافاك. ولهذا الشيء ما خاصتكش المصاريف كبار، عندك البيض، عندك الفول، عندك الحمص، حتى هادو راه كيبنيو العضلات الصراحه. كان الاكل ديالك خايب الفورمه ديالك غادي تكون خايبه. اللي خاصك ما توقعوش في هادشي كامل انه يكون عندك بزاف ديال الموسكل في 6 شهور، ولا يكون عندك البادي ديال الفيتنس في 6 شهور امبوسيبل، ولا يكون عندك سيكس باد مشدودين يعني هكا مشرخين. حتى هذا راه شي حوايج اللي باغي نديرو في 6 شهور. يلاه عاد كتجهز الجسم ديالك باش يبدا يحترف في الرياضه. انت راك يلاه عاد كتبدا في 6 شهور، راه ماشي شي حاجه. يلاه عاد كتبدا تتعلم الانضباط، كتعلم انك تمشي للجيم كل نهار. لذلك صبر وخذ 6 شهور كبدايه، وقول راسك انا مازال خاصني نتريني. انا عامين وانا كنتريني وباقي كنقول ديما لراسي غنبقى نتريني اخر يوم في حياتي. واللي كيقول لك العكس انك في 6 شهور غادي دير بزاف د الموسكل ودير السيكس باد وتقدر تدخل في المنافسات وهذه، راه غير كيبيع لك العجل. راه ما كاينش من هذا الشيء. كخاتمه الفيديو بغيتك تكتب لي شحال وانت كتريني في الوصف، حيت باغي نعرف الناس اللي كيتفرجوا فيه شحال هما كيترينوا ونعرف كيفاش انا غادي نفيدكم. دير في بالك ان 6 شهور هي فقط البدايه. هاد 6 شهور شنو دايره بحال تحضيري، يعني بحال الابتدائيه، ني كيجهزوك باش تدخل بني المشكل ديالك. لذلك مور 6 شهور تريني لك عامين عاد غيبدا فيك الفرق اللي واضح. اما في 6 شهور ما كيبانش فيك واحد الفرق اللي واو، ولكن على الاقل كنبارك عليك وكنصفق لك الا كملتي 6 شهور ديال لاصال. راك انت واحد الانسان اللي ما وصلش لهذا الشيء غير بالسهوله، راه كافح. وبزاف ديال الناس اللي ما قدروش يوصلوا لهاد الحاجه اللي وصلت ليها انت. لذلك احتفل 6 شهور راك يلاه عاد بديتي، ونتمنى اني نشوفك شي نهار بشي صحه مزيانه وبشي فورمه زوينه. لذلك ما تفقدش الامل ديالك وبدا تريني وكملت لا تريمو ديالك وكل مزيان ونعس وخلي ديسيبلين يدير خدمته. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم.
خفيف وقصير. نتمنى انكم ديروا لي سبسكرايب، نشروا الفيديو الناس اللي مهتم بهذا المحتوى، وكتبوا لي الكومنتات. كنفرح بزاف فاش كنشوف الكومنتات ديالكم، وديروا لي سبسكرايب، و بيس عليكم.